اليوم الوصفة غير شوي. راح أصلح معاكم دجاج البيري بيري مع رز بيري بيري بالطريقة زي ما نقول البرتغالية. معروف البيري بيري من البعض يقول البرتغال والبعض يقول من جنوب أفريقيا. المهم احنا بنصلحه ولا علينا هو من أي دين وأي ملة. بنصلحه إن شاء الله بطريقة مرة حلوة. تقدرين تستخدمين الصوص الجاهز حق البيري بيري اللي هو مشهور ناندوز بيري بيري، بس احنا راح نصلح الصوص مع بعض بإذن الله، بتشوفونه بيطلع مرة لذيذ ومرة حلو. راح نحتاج مجموعة من الخضار، يفضل انك تشوينها، في البعض ما يشويها بس حنا راح نشويها. وصفتي اليوم برعاية رز العائلة. تعرفون هذا الرز أنا مرة أحبه. رز العائلة طبعا رز بسمتي. الوصفة هذه لازم لها رز بسمتي، ما ينفع أي نوع ثاني. فبستخدم اليوم رز بسمتي أبيض هندي من العائلة. تعالوا ناخذ حاجتنا من الرز، نغسله وننقعه نص ساعة. راح ناخذ حاجتنا من الرز نغسله وننقعه. الخضار اللي نصلح منها صلصة البيري بيري، هي طبعا صلصة مدخنة وسبايسي، بس عشان ما أبيها تكون كثير سبايسي فبستخدم بس الفلفل هذا. طبعا هم يستخدمون لها الهالبينو الأحمر، تكون حرارته متوسطة، مع الفلفلة الحمراء. والخضار اللي تحبونها، البصل إضافة اختياري، بصل وثوم وفلفل حار وفلفلة حمراء الفلفلة. حطي عليها زيت زيتون عشان نشويها. في البعض ما يشويها على طول، يحطها بالمحضرات الطعام، براحتكم. دائما لما تجون تشوون لا تنسون إضافة الملح لأنه يطلع السوائل ويخليها تنشوي بسرعة. فبدخلها وبشويها بالقلاية الهوائية 15 دقيقة أو 18 دقيقة وبتكون جاهزة، بالكثير 20 دقيقة. هنا عندنا راح نحطها بالقلاية الهوائية. الله لو توصلكم الريحة، ريحة الخضار مشوية تجنن. الصوص هذا تقدرون تسوونه وتحتفظون فيه عادي يعني. فراح نحط الخضار الآن كلها في محضرة الطعام. هنا الخضار راح أحط عليها شوي خل، عصير ليمون أساسي ولازم يكون فريش، زيت زيتون، وبعلمكم الحين البهارات اللي راح أحطها. هذه الخلطة راح أتبل فيها الدجاج، وراح أتبل فيها، راح أستخدم جزء منها لخلطة الرز. راح نحط ثوم بودرة، كمون، ملح أكيد، فلفل أسود، ريحان اختياري، بابريكا يفضل تكون مدخنة، إذا ما عندك حطي بابريكا حلوة لأنه يعني إحنا دخلناه نعتبر يعني. هنا أوريجانو أساسي. راح أخلط هذه الخلطة وتحصلين على صوص ألذ من صوص في المطعم. هذا ما شاء الله تبارك الله الخليط. راح أخذ منه جزء لأن يحتاجه للرز، فهذا باخذه وأخليه على جنب، والباقي بتبل فيه الدجاج. تبل الدجاج مرة مضبوط، وعلى فكرة بتحصلون على نتيجة ألذ من البيري بيري. فراح نتبله مرة مضبوط وارجع لكم. نتبلها، خلوها في التتبيلة اقل شيء ساعة او نص ساعة، واذا مستعجلة سويها على طول. ممكن تشوحينها على الفرن، بس انا راح ادخلها الفرن تنشوى وبعدين اعلمكم ايش بسوي فيها. بغطيها بورق زبدة وقصدير وادخلها الفرن ساعة وربع، بعد ساعة وربع بكشف عنها تتحمر. بعدين راح اكون انا اصلح الرز وبعلمكم ايش راح اسوي فيها. ممكن تحطينها فوق الرز، ممكن تسوينها نص سوا وبعدين تخلينها تكمل سواها مع الرز، فيه مليون طريقة، بس أنا أفضل إني أبيها كذا تكون مشوية محمرة مع كذا فوق الرز. هنا غطيناها ورق الزبدة وغطيها بالقصدير. يلا نحضر الرز مع بعض. هنا طبعا سخنت الزيت وراح أضيف البصل. نحمص البصل، أحب أحمص البصل عدل نقل. هنا راح اضيف فلفله ملونه، احمر اخضر اصفر اللي يدخل. راح اضيف هنا معجون طماطم والخلطه اللي انا خلطتها صوص البيري بيري. هنا بيعطيكم النكهه، فيه كل البهارات.
إضافة مكعب المرقة الخياري، احمسي مرة مضبوط. هنا رز العائلة المغسول ومنقوع مسبقا، تقريبا نقعته ربع ساعة، أنا صراحة نسيته فنقعته بس ربع ساعة، ممكن تنقعونه ثلث ساعة إلى 30 دقيقة. أبخلط الرز مع الحمصة. يا ريت تشوفون الريحة، ريحة الدجاج، هي ريحة الخلطة، شيء ما شاء الله تبارك الله جبار. راح أضيف الموية، أنا عادة أحط لكل كوب رز كوبين موية، اللي تخاف يعجن معها أو شيء تحط كوب 3/4 موية، أنا أحط كوبين. شوفوا أخلي الحرارة عالية وما أحوس الرز. لا تنسون تضيفون الملح، كل كوب رز له 3/4 ملعقة صغيرة ملح، أو ملعقة صغيرة ملح إذا تحبينه ناطع شوي، بس أنا حطيت مكعب مرقة فحطيت 3/4 ملعقة صغيرة ملح. هنا طبعا راح أضيف الآن الزبدة بعد ما ظهرت الحفر والمستوى الماي نزل. الحرارة أهدى شيء وغطي زيزاتك. خلينا نشوف الدجاج ايش صار فيه. طبعا الرز لسه ما خلص، يبغى له بس تكة شويات. هي ريحة شهي. الدجاج خلص. ايش بسوي؟ بحط الدجاج هنا. وما شاء الله تبارك الله كيف تحميرة تقميرة الدجاج. وهذه الدجاجة او النص الثاني يشهي يشهي يا جماعة ما شاء الله. طيب بغطيه واخليه يكمل باقي له حوالي 10 دقائق. ما شاء الله تبارك الله خلصت رزيزتنا، شوفوا منظرها كيف مرة يشهي. بشيل الدجاج ونبدأ نسكب الرز في الصحن. هذه رزيزاتي ابغاكم تشوفونها معاي من تحت من فوق من اي مكان. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف حبة الرز طويلة وحلوة وتشهي. ونحط الدجاج، أبزينه بشرايح الليمون. طبعا راح أقدمه مع صوص ناندوز يطلع طعمه مرة لذيذ. هنا الصوص، صوص البيري بيري اللي وريتكم اياه من شوي، بحطه مع، ولا تنسون نتفة صوص وعصرة ليمونة. صوص البيري بيري يعطيها طعم خيال. عينكم على الرزيزات ما شاء الله تبارك الله. الطعم ايش رايك وائل؟ لذيذ. هو اللي اكل لقمة التصوير، بتموت لذيذ، جربوه.